أول أحداث الفيلم بتبدأ بشاب اسمه سانجو، وسانجو في الوقت ده بيكون في الاستوديو بتاعه لأنه بيشتغل معلق صوتي بس، وأثناء ما كان شغال تليفونه بيفضل يرن وزميله ويبلغه ان حبيبته اتصلت بيه. فساعتها هيفتكر سانجو انه نسى ميعادها لانه كان مشغول في شغله، فبيتصل يعتذر لها انه مردش عليها. وساعتها حبيبته هتبلغه انها هتروح علشان تقابل استاذها في الجامعه، ولما هتخلص ميعادها معاه هتقابله. بس في الوقت ده البوليس كان في بيت استاذ الجامعه وبيحقق في جريمه اختفاء الدكتور ديفاراج، وبيسال مراته اذا كان جوزها ليه اي اعداء، فبيكون جوابها ان جوزها شخص مسالم جدا. فالشرطي المسؤول عن التحقيق بيطلب من زمايله ان هم يتعقبوا تليفون الدكتور وانهم يجيبوا له سجل المكالمات لمده اسبوعين فاتوا. بس واثناء التحقيق ريتو بتوصل لبيت الدكتور ديفاراج حسب ميعادها معاه، وريتو اول ما هتشوف عربيات الشرطه قدام باب البيت هتستغرب. وساعتها ريتو هتبلغ المحقق انها كانت طالبه عند الدكتور ديفاراج وانها جات لانه كان طلب انه يقابلها، وما بتبقاش فاهمه ايه المشكله اللي حصلت. وساعتها المحقق هيسالها عن سبب المقابله واخر مره كلمت فيها الدكتور، فريتو بتقول له انها ما كلمتهوش بس جالها رساله نصيه الليله اللي فاتت منه، وانها شافت الرساله الصبح لما صحيت من النوم، وانها لما حاولت انها تتصل بيه كان تليفونه مقفول. وعلشان تاكد كلامها بتوري المحقق الرساله اللي وصلت لها وبتقول له انها وصلت لها حوالي الساعه 12 الا ربع بالليل. وساعتها هتسال الضابط عن الموضوع، فالمحقق بيبلغها ان الدكتور مفقود من الليله اللي فاتت، وبيقول لها الشرطي ان الرساله اللي بعتها من تليفونه كان اخر حاجه عملها قبل ما يختفي. وعلشان كده هيبدا الضابط يسالها عن علاقتها بالدكتور، فبتقول له انها اتخرجت من الجامعه من حوالي سنه، وانها من الوقت ده لا شافت الدكتور ولا اتصلت بيه قبل كده، وانها حاليا بتشتغل في مستشفى. فبيسالها المحقق من اول وجديد عن السبب اللي يخلي استاذها في الجامعه يطلب مقابلتها، بس ريتو مش بيكون عندها رد لانها ما عندهاش ادنى فكره عن سبب المقابله. وساعتها المحقق هيسال مرات الدكتور اذا كان الدكتور جاب لها سيره ريتو قبل كده او قال لها انه كان ناوي يقابلها، فمرات الدكتور بتنكر وبتقول له انها اول مره تشوف ريتو. وساعتها الشرطي بيطلب منهم صورتين للدكتور، وبعدها المحقق هيسال ريتو عن علاقه الدكتور بالطلاب في الجامعه، فبتقول له ريتو ان الدكتور كان شخصيه محبوبه. وساعتها المحقق هيسالها اذا كان بينها وبين الدكتور اي علاقه شخصيه، فريتو بتنكر. وساعتها الشرطي بينهي التحقيق معاها وبيديها رقمه عشان لو حصلت مستجدات تبلغه. وبعدها ريتو بتروح تقابل حبيبها سانجو وبتحكي له عن اللي حصل لها في يومها واللي شافته في بيت الدكتور ديفاراج، فبيحاول سانجو ان يخليها تهدى وتنسى الموضوع، بس ريتو بتكون قلقانه لانها ما تعرفش السبب اللي خلى الدكتور يبعت لها رساله قبل ما يختفي. وسانجو علشان شايف ريتو متوتره فبيقترح عليها ان هم يروحوا يتفرجوا على فيلم في السينما علشان ما تفكرش في الموضوع وتنسى. وفي الوقت ده المحقق كان بيحاول انه يجمع تحريات عن الدكتور وبيسال زمايله في الشغل، بس المحقق مش بيلاقي اي معلومه تساعده في التحقيق. فساعتها الشرطي بيبلغ الفريق بتاعه ان الدكتور ديفاراج الكل اجمع انه شخصيه عاديه وملهوش اي اعداء، فبيستبعد الشرطي انه احتمال انه يكون اتخطف. والشرطي بيقول لهم ان الخيط الوحيد اللي يقدروا يمشوا وراه هي رساله اللي بعتها لتلميذته. وساعتها مساعد المحقق هيبلغه ان تليفون الدكتور اتقفل الساعه 6 مساء، وانه رجع اتفتح تاني الساعه 12 الا ربع، وانه اتبعتت منه رساله واتقفل بعدها وما اتفتحش من ساعتها. وبيبلغوا المساعد انه صعب بعد ما قفل تليفونه ان هم يتتبعوا اثره، والمساعد هيبلغ المحقق باخر مكان كان فيه التليفون قبل ما يتقفل. فبيطلب المحقق ان هم يبحثوا عن الدكتور في اخر اماكن ظهر فيها. وبيكمل المساعد بتاع المحقق وبيبلغه ان سجل المكالمات كان طبيعي جدا، وان معظم مكالمات الدكتور كانت مع اسرته، وان في ارقام غريبه هو حاليا بيستعلم عنها. وبيسالوا المحقق اذا كان رقم ريتو مدرك في سجل المكالمات، بس الضابط بيبلغه ان رقم ريتو مش موجود في سجل المكالمات خلال اخر اسبوعين. وبعدها المحقق بيكون عايز يعرف السبب الحقيقي للرساله اللي وصلت لريتو. وفي الوقت ده سانجو بيلاحظ ان ريتو ما زالت متاثره بموضوع قضيه الدكتور، فبيحاول انه ينسيها. وبعدها سانجو بيوصلها للبيت وبيوعدها انه هيقابلها تاني يوم، بس واثناء ما كانت ريتو في بيتها بتسمع صوت حركه، فبتقوم علشان تطمن وبتخرج بره الشقه، بس مش بتلاحظ حاجه فبتقفل وبتربس الباب على نفسها علشان بعدها تسمع نفس الصوت تاني. ولما بتخرج بتحس ان في حد فتح الباب الخلفي بتاع البيت، ولما بتدخل الشقه الكهرباء بتاعت البيت بتقطع، فساعتها بتحس ان في حاجه غلط بتحصل وبتخاف، وبتنور كشاف التليفون علشان تتفاجئ بشخص متخفي ومعاه سلاح وبيهجم عليها. تحاول انها تهرب منه وبتدخل اوضه وبتقفل على نفسها، ولما بتتصل بسانجو علشان ينقذها تليفونه بيكون مقفول، بس فجأة بتحس ان الشخص اللي كان بيطاردها سكت.
وفي الوقت ده المحقق كان في بيته مع أسرته، فبيجيله تليفون من القسم وبيطلبوا منه إنه يجي للقسم بسبب حالة طارئة. والمحقق بيروح على بيت ريتو، والمحقق بيكتشف وجود بقعة دم على الحيطة. فالمحقق بيطلب من دكتور الطب الشرعي إن ياخد عينة من الدم علشان يحللها علشان يقدروا يوصلوا لحقيقة الجاني. وبعدها المحقق بيبدأ إنه يسأل ريتو عن اللي حصل، بس ريتو بتبلغ المحقق إنها معرفتش إنها تشوف وش المجرم اللي هجم عليها واللي كان بيحاول إنه يقتلها، بس بتقوله على مواصفاته وبتقوله إنه شخص بدين وطويل. وساعتها المحقق هيربط بين رسالة الدكتور وبين اختفائه وبين محاولة قتلها، بس ريتو هتخمن إذا كان الدكتور هو اللي هاجمها وحاول إنه يقتلها، لأنها مش قادرة تستنتج السبب اللي يخليه يعمل كده. وفي الوقت ده سانجو بيوصل لبيت ريتو، وريتو بتعرف المحقق على سانجو، وبيسألها المحقق إنها لما كانت محبوسة اتصلت بيه، فبتقول له إنها كلمته بس تليفونه كان مقفول. فسانجو بيبلغ المحقق إن تليفونه كان فاضي شحن فاتقفل، وإنه لما فتحه لقى مكالمات كتير من ريتو فقلق عليها، ولما اتصل بيها عرف منها اللي حصل لها. بس بيلاحظ المحقق إن سانجو مجروح في دماغه، ولما بيسأله عن سبب الجرح سانجو بيقول له إنه خبط في الباب وهو خارج. فالمحقق في الوقت ده هيبدأ إنه يشك في سانجو، وبيسأل ريتو إنها قالت في أقوالها إنها ضربت الشخص اللي هجم عليها على دماغه. ولما بيستغرب سانجو إزاي المحقق بيشك فيه، فبيبلغه المحقق إن عنده أسباب قوية وإن الأسباب دي ممكن تخليه إنه يقبض عليه. وساعتها ريتو هتدافع عن حبيبها ويبلغه إن هي وسانجو بيحبوا بعض، ومستحيل إن سانجو يحاول إنه يأذيها، وإنه الأفضل إنه يبحث عن المجرم الحقيقي بدل ما يضيع وقت في الشك في خطيبها. وساعتها هيسألها المحقق إذا كان ليها أي أعداء أو حصلت معاها أي حوادث غريبة، فساعتها هتقول له ريتو إن في مشكلة حصلت لها من حوالي 2 أو 3 شهور أثناء ما كانت هي وسانجو في محل ملابس. فساعتها سانجو هيطلب منها إنها ما تتكلمش في الموضوع ده لأنه اتقفل. فالمحقق ساعتها هيتنرفز عليه ويطلب منه إنه يسكت وما يتدخلش في التحقيق. والمحقق بيطلب منهم إنهم ما يحكوا له عن اللي حصل علشان ترجع بينا الأحداث لليوم ده أثناء ما كانت ريتو مع سانجو في محل الملابس. وأثناء ما كانت ريتو في غرفة تبديل الملابس بتكتشف بالصدفة وجود تليفون مخفي في الأوضة، ولما بتفتحه بتلاقي عليه فيديوهات لبنات أثناء ما كانوا بيغيروا ملابسهم، فبتخرج علشان تبلغ سانجو باللي حصل. وساعتها بيقرر سانجو انه يبلغ الشرطة، ولما بيوصل البوليس الضابط بيتصل على رقمه علشان يعرف رقم التليفون، وبيسأل الموظفين مين فيهم يعرف الرقم، فكل الموظفين بيكتشفوا ان الرقم متسجل عندهم باسم زميلهم فيصل. ولما الشرطي بيقدر انه يحدد شخصيته، ريتو بتنفعل عليه وبتضربه بالقلم قدام كل اللي موجودين. وبعدها فيصل هيتفضح في المدينة كلها لان الخبر وصل للصحافة. وبعد ما المحقق بيسمع الحكاية بيطلب من ريتو انها ما تباتش في البيت لوحدها، وانها تطلب حد من اهلها يجي علشان يبات معاها. والمحقق بيسيب حراسة قدام باب بيتها، وبيطلب المحقق تقرير عن فيصل ويعرف اذا كان مسجون ولا بره السجن. وبعدها مساعد المحقق بيبلغ المحقق انهم عملوا تحريات عن الدكتور في اخر اماكن كان متواجد فيها، بس مفيش اي اثر ليه، وبيبلغوا ان مفيش حد قدر انه يتعرف عليه. والضابط هيبلغ المحقق ان فيصل كان في السجن مدة ال3 شهور اللي فاتوا، وانه خرج بكفالة من 4 أيام بس. وبالمعلومة دي المحقق بيحط فيصل كمشتبه فيه. وبعدها مساعد المحقق بيبلغه بمعلومة تانية، وهي ان فيصل اثناء سجنه دكتورة السجن حطت في تقريرها ان فيصل بيعاني من مشاكل عقلية واضطرابات نفسية. وبعدها المحقق بيقدر انه يحدد مكان فيصل وبيروح له علشان يستجوبه، وبيعرف من فيصل انه مش بيخرج كتير وانه اغلب الوقت بيقعد وحيد في بيته. فبيسأله المحقق عن مكانه الليلة اللي فاتت، ففيصل بيقول له انه كان في السينما. ولما بيسأله المحقق عن ريتو واذا كان شافها بعد خروجه من السجن، ففيصل بينكر انه شافها. فالمحقق ساعتها هيسأله عن رخصة القيادة بتاعته وبيطلع عليها، وبعدها بيسيبه وبيمشي. وبعدها ريتو بتروح القسم مع ابوها وخطيبها، والمحقق بيطمنهم ان هيتم القبض على الجاني في اقرب وقت. بس وهم خارجين المحقق بيطلب من سانجو انه ينتظر، وساعتها المحقق هيسأله عن نوع فصيلة دمه، وبيتأكد من كلامه عن طريق رخصة القيادة بتاعته. وبعدها المحقق بيحصر المشتبه فيهم في 3 أشخاص، وهم الدكتور وفيصل العامل وسانجو. والمحقق بيبلغ الفريق بتاعه ان كل المشتبه فيهم بيجمع ما بينهم رابط واحد بس وهو ريتو، وانه بالشكل ده بيشك فيهم كلهم، واللي هيحدد مين فيهم المجرم الحقيقي هو نوع فصيلة الدم اللي كانت على الحيطة. واثناء ما كان المحقق في بيته بيجيله خبر من الطوارئ ان في مكالمة من شخص مخطوف على الطريق، وانهم حاليا متتبعين تحركاته عن طريق الاتصال بتاعه، علشان كده قادرين انهم يحددوا مكانه. والمحقق في الوقت ده بيكون على الطريق وماشي على تعليمات الGPS
اللي بياخدها من قسم الطوارئ علشان يتفاجئ ان سانجو هو اللي بيكون على الطريق. وساعتها المحقق هيطلب من سانجو يحكي له اللي حصل، وساعتها سانجو هيحكي له ان هو كان في عربيته وماشي على الطريق وفجأة لقى شخص عطلان بعربيته، وان الشخص الغريب ده طلب منه انه يوصله، وانه لما ركب معاه العربية فضل الشخص الغريب ده يتطفل عليه بأسئلته، وبعدها طلب منه انه يوصله لبيته. وبعدها الشخص الغريب ده عرفه بنفسه وقال له انه هو الدكتور ديفاراج. وساعتها استغرب سانجو وسأله هو كان مختفي فين، بس بعدها سانجو حس بالخطر منه ويبلغ المحقق ان هو اللي كلم الطوارئ من تليفونه. وبعدها الدكتور هدده انه هيقتله وطلب منه انه يتحرك بعربيته، وبيقول له سانجو انه استغل الفرصة وعمل حادثة بالعربية علشان ما يبقاش تحت رحمة الدكتور، وانه لما فاق ما لقاهوش قدامه واختفى. والمحقق بعد ما بيسمع القصة بيقرر يتحرى عن العربية اللي كان راكبها الدكتور واذا كانت متسجلة باسم الدكتور ولا لا. والمحقق بيطلب من سانجو انه يكون حذر لانهم مش عارفين السبب اللي يخلي الدكتور يتصرف معاه بالشكل ده. والمحقق بيبلغه انه هيكلف حراسة تكون معاه لغاية لما يقبضوا على الدكتور، بس سانجو هيرفض حماية الشرطة، وده في حجة ان الدكتور لو حس انه تحت الحراسة مش هيحاول انه يقرب منه، وان دي فرصتهم علشان يقبضوا عليه وبعدها يرجعوا لحياتهم الطبيعية. وبعدها سانجو بيتصل بريتو وبيسألها اذا كانت متأكدة انها ما قابلتش الدكتور ديفاراج بعد ما سابت الكلية، فبتأكد له انها ما قابلتوش. فبيسألها اذا كان في حد من اصحابها كان على تواصل معاه ممكن يكون حكى له عن علاقتهم، لانه مستغرب ان ازاي دكتور ديفاراج يتعرف عليه. وفي الوقت ده المحقق بيتأكد من اقوال سانجو لانهم لقوا العربية اللي كانت على الطريق، وبصمات دكتور ديفاراج كانت موجودة في عربية سانجو. والمحقق بالشكل ده بيتهم الدكتور بجريمة محاولة القتل وبيستبعد فيصل وسانجو من الاشتباه. واثناء ما كان المحقق مع الفريق بتاعه بتوصل نتيجة تقرير الطب الشرعي، والتقرير بيحدد نوع فصيلة الدم اللي كانت على الحيطة واللي بتتطابق مع نوع فصيلة الدم بتاعت الدكتور. والمحقق بالشكل ده بيتهم الدكتور بشكل رسمي مع وجود الدليل، بس مش بيكونوا عارفين هو ايه الدافع اللي خلاه يعمل كده. بس المحقق بيبلغهم انهم لازم يقبضوا عليه قبل ما يفكر انه يرتكب جريمة تانية. فالشرطة بتعمم صورة الدكتور في كل الشوارع، وابو ريتو بيقرا خبر في الجورنال ان الدكتور مطلوب القبض عليه، فبيطلب من مراته انها تصحي بنته، بس لما بتطلع الأوضة ريتو مش بتكون موجودة فيها، ولما بيتصلوا بيها على تليفونها بيكون مقفول. فبيقرروا ان هم يكلموا سانجو جايز يكون يعرف مكانها او يعرف عنها حاجة، بس سانجو مش بيكون عارف اي حاجة علشان بعدها يبلغوا المحقق باللي حصل. ومساعد المحقق بيبلغوا ان تليفون ريتو اتقفل الساعة 1 بالليل، وانها استقبلت مكالمتين، واحدة الساعة 10:15 مساء والتانية الساعة 10:30، وان المكالمة الاولى كانت من سانجو والمكالمة التانية كانت من الدكتور. فالمحقق بيأمر المساعد بتاعه بتحديد مكان المكالمة التانية، والمحقق في الوقت ده بيخمن ان ريتو ممكن تكون خرجت من نفسها علشان تقابل الدكتور لما كلمها. فسانجو بيبلغ المحقق ان مستحيل ريتو تعمل حاجة زي كده من نفسها. فالمحقق بيحاول انه يهديه وبيقول له ان هم لغاية دلوقتي ما يعرفوش ايه اللي حصل، بس بيوعدهم المحقق انهم هيعملوا كل اللي عليهم علشان يلاقوها باقصى سرعة. وبعدها بيقرر سانجو انه ينشر صورة حبيبته على الانترنت ويكتب عليها انها مفقودة. وفي الوقت ده مازال البحث بيتم عن الدكتور، وخبر غياب ريتو بينتشر على وسائل الإعلام. ومساعد المحقق بيكون توصل لمعلومة جديدة عن الدكتور، ويبلغ المحقق ان الدكتور كان بيشتغل في 4 مستشفيات وانه اتفصل من الشغل فيهم لسبب واحد بس، وهو انه كان بيتحرش جنسيا بالمرضى بتوعه. بس الغريب في الموضوع ان مفيش اي حد فيهم حرر شكوى رسمية ضده. وبيخمن المحقق ان الضحايا ما تكلموش لان الدكتور كان ماسك عليهم حاجة خلاهم ما يتكلموش او كان بيبتزهم. وساعتها بيطلب المحقق من المساعد بتاعه انهم يكملوا تحرياتهم حوالين علاقات الدكتور، علشان بعدها واثناء ما كان المحقق في القسم بيتابع التحقيقات بيتفاجئ بمكالمة من ريتو واللي بتطلب فيها المساعدة، بس بيبان من صوت ريتو انها متوترة. فبيطلب منها المحقق انها تهدى علشان يقدر يفهم منها اللي حصل لها او تقول له على مكانها، بس للاسف وهي بتكلمه الخط بيفصل. فبيقرر المحقق انه يتصل بالدعم الفني علشان يحددوا مصدر المكالمة. ولما المحقق بيقدر انه يحدد المكان بيتفاجئ ان ريتو موجودة والدكتور بيكون مقتول. وساعتها المحقق بيطلب من ريتو انها تهدى علشان تحكي له اللي حصل. وساعتها ريتو هتبدا انها تحكي للمحقق وبتقول له ان الدكتور بعد ما خطفها ربطها وقفل بقها، بس هي قدرت انها تفك ايدها واستغلت فرصه ان الدكتور سابها ومشي واخدت التليفون اللي كان موجود واتصلت من خلاله عليه. بس واثناء ما كانت بتكلمه الدكتور ظهر وشافها وهي بتتكلم، ولما حاولت انها تهرب بدأ الدكتور ان يهجم عليها علشان يقتلها. بس واثناء ما كانت بتدافع عن نفسها زقت الدكتور على الارض فوقع على السيخ الحديد ومات.
وبعدها لما المحقق بيسألها انها ليه ما بلغتش عن اخر مكالمة جات لها من الدكتور، ريتو بتقول له ان الدكتور قال لها انها لو وافقت انها تقابله هيبطل انه يزعجها تاني، وانها لو رفضت او بلغت عنه الشرطة هيقتلها هي وسانجو، وانها كانت مضطرة انها تسمع كلامه علشان كانت خايفة من تهديداته، وانها عمرها ما كانت تتوقع ان الدكتور بتاعها يطلع مجرم بالشكل ده. ولما المحقق بيشوف ريتو متوترة وخايفة، المحقق هيبدأ انه يطمنها ويقول لها انها كانت في حالة دفاع شرعي عن النفس، وانه بالشكل ده القضية اتقفلت. بس اثناء ما كان فرد من افراد الشرطة بيفحص حوالين المكان بيلاقي صورة على الارض، وساعتها بيعرضها على المحقق. ولما المحقق بيسأل سانجو وريتو اذا كانت الصورة دي تخص حد فيهم، فريتو ساعتها بتفتكر ان في ليلة من الليالي كانت مع سانجو وطلع لها الصورة اللي فيها نفس البنت وسألها عليها اذا كانت تعرفها. وساعتها ريتو اتوترت، بس قالت له ان البنت دي اسمها سانجيتا، وانها كانت زميلتها في كلية الطب، وانها كانت صاحبتها المقربة وشركتها في السكن. فساعتها هتقرر ريتو انها تصارحه بالحقيقة، وبتقول له انها كانت مخبية عنه الحقيقة علشان كانت خايفة ان علاقتهم تبوظ. وساعتها هتقول له انها كانت ايام الجامعة على علاقة مع شاب، وانها حملت منه، وانها ساعتها خافت من اهلها وحست ان حياتها هتنتهي لو حد من اهلها عرف او اكتشف الحقيقة. وساعتها بتقول له ريتو انها فضلت تدور على حل لمشكلتها، وساعتها ما كانش قدامها غير انها تلجأ للدكتور بتاعها، وقالت له على مشكلتها. فساعتها الدكتور اقنعها ان صعب يعمل لها عملية اجهاض في المستشفى اللي بيشتغلوا فيها، وده بسبب حساسية الموقف بينهم لانها تلمسته. وساعتها الدكتور اداها عنوان وطلب منها انها تقابله فيه علشان يقدر انه يعمل لها العملية، وطلب منها الدكتور انها تجيب حد معاها علشان يساعدها. وساعتها الدكتور كلمها عن صاحبتها المقربة، بس ريتو قالت له ان صاحبتها ما تعرفش حاجة عن حكايتها لانها ما قالت لهاش، وانها حتى لو عرفت هترفض تشترك معاها في حاجة زي كده. بس ساعتها الدكتور اصر انها تقول لها وتجيبها معاها. وبعدها بتحكي له ريتو انها بلغت صاحبتها بكل حاجة، وانها فضلت تتوسل لها انها تيجي معاها، وانها كانت في الاول رافضة، بس بعد ما قعدت تلح عليها كتير وافقت. وفعلا وصلت هي وصاحبتها للعنوان اللي اداهولها الدكتور. وبتقول له ريتو ان الدكتور طلب من صاحبتها انها تنتظر لغايه لما العمليه تخلص. وبعد ما خرجت ريتو بعد انتهاء العمليه، الدكتور طلب من سانجيتا انها تنتظر. ولما استغربت طلبه، الدكتور بلغها انه عايزها في موضوع شخصي. وساعتها الدكتور طلب منها انها تروح، وقال لها انه هيوصل صاحبتها بعد ما هيخلص معاها، وانها فعلا سابتهم ومشيت. وبعدها ريتو بتقول له انها سمعت في الاخبار خبر انتحار صاحبتها، وبتحكي له ريتو انها لما واجهت الدكتور فاجئها لما قال لها انه اغتصب صاحبتها، وانه ابتزها انها لو اتكلمت هينشر صورها وهيفضحها. فبيقول لها الدكتور انها قررت انها تنهي حياتها. وساعتها الدكتور هددها انها لو بلغت الشرطة عنه حياتها هي كمان هتنتهي بفضيحة، وان اهلها لو عرفوا موضوع حملها مش هتقدر انها تعيش بعدها. وبيطلب منها الدكتور انها تختار انها يا اما تنسى صاحبتها وتعيش حياتها، او تبلغ الشرطة وساعتها هتتفضح. وريتو بتقول له انها للاسف ما قدرتش انها تعمل اي حاجة. وبعد ما سانجو سمع القصة منها، ريتو هتسأله عن السبب اللي يخلي معاه صورة صاحبتها معاه علشان يصدمها سانجو لما يقول لها ان سانجيتا هي اخته، وانه كان اخر شخص كلمته قبل ما تنهي حياتها. بس للاسف ما قدرش انه يمنعها علشان نكتشف ان سانجو كان مخطط لكل حاجة من الاول، وان هو اللي خطف الدكتور. وبعدها بيقعد علشان يبلغهم سانجو انه قاعد يخطط للانتقام منهم لمدة 369 يوم، وان اول خطوة في خطته هي انه كان يوقع ريتو في حبه، لان بسبب الحب قدر انه يسيطر عليها، وان هو اللي وقف عربية الدكتور على الطريق، وقدر انه يقنعه انه يركب معاه، وان هو اللي بعت رسالة من تليفون الدكتور ليها وطلب فيها انه يقابلها، وان هو اللي اقنع الشرطة ان الدكتور كان بيحاول انه يقتلها، وان هو اللي حط بقعة الدم على الحيطة علشان البوليس يتأكد ان الدكتور هو اللي اقتحم شقتها وحاول انه يقتلها. وسانجو بيقول لريتو انها ساعدته لما دفعت عنه قدام المحقق لما شك فيه بسبب الجرح اللي كان في دماغه. وبيقول لهم سانجو انه اقنع الشرطة ان الدكتور حاول انه يقتله علشان يبعد الشبهات عن فيصل اللي كان البوليس بيراقبه طول الوقت، وبسبب خبرته في التعليق الصوتي قدر انه يقلد صوت الدكتور علشان يقنع الشرطة ان الدكتور كان بيهدده بالقتل، وانه بعدها خطط ان البوليس يفتكر ان الدكتور خطف ريتو. علشان كده اتصل بريتو وطلب منها انها تقابله وما تقولش لحد انها خرجت معاه. وسانجو بيبلغ الدكتور انه يستخدم نفس الوسيله عشان يوصل له اللي استخدمها علشان يوصل بيها لاخته، وبعدها يغتصبها وهي ريتو. وسانجو بيبلغ ريتو انه كان مخطط انه يقتلها مع الدكتور، بس اكتشف ان ما كانش ليها يد بطريقه مباشره في اللي حصل لاخته. علشان كده بيقرر سانجو انها تعيش وبيحلها من قيودها، ويبلغ سانجو الدكتور باللي هيحصل له، وانه
هيموت الليله دي، وبيقول له ان ريتو هتبلغ الشرطه انها قتلته وهي بتدافع عن نفسها. بس سانجو بيقول له ان ممكن يديله فرصه تانية علشان يعيش اذا كان عنده اجابه لسؤاله. وبيساله سانجو ايه الحاجه اللي عملتها له اخته علشان يأذيها بالشكل ده، بس طبعا الدكتور مش بيكون عنده رد. وساعتها بيطلب سانجو من ريتو انها تكلم المحقق. وبعد ما ريتو بتنهي المكالمه سانجو بيزق الدكتور على السيخ علشان يقع عليه ويموت علشان ترجع تاني الاحداث. وسانجو بياخد ريتو وبيمشوا بعد ما المحقق بيخلص كلام معاهم. وبعدها سانجو بيطلب من ريتو انها تنزل من عربيته ويبلغها انه عارف انها حبته فعلا، علشان كده هيكتفي انه يعاقبها بانه ينفصل عنها علشان تحس بكسرة قلبها لما تفقد شخص بتحبه. وبيطلب منها انها ما تحاولش انها تكلمه او تقابله بعد كده، وبيسيبها وبيمشي بعد ما قدر انه يحقق انتقامه. علشان ينتهي الفيلم على كده. ولو عجبك المحتوى اللي بنقدمه ما تنساش انك تشترك معانا في القناة وتفعل زر الجرس، واهم حاجة انك تعمل اعجاب بالفيديو لانه بيساعد في انتشار نوع المحتوى اللي بنقدمه. واكتب لنا تعليق عن رأيك في الفيلم، واشوفكم في ملخصات جديدة. سلام.